كان عندي عربيه فشار. قلت هعمل عربيه فشار يا جون، بس قلت ابقى انوفيتد. الكلام ده من 20 سنه. فجبت عربيه دايولانوس، ربع اللي قداماني اللي فيه كبوت بالفوانيس بالاشارات بالمرايتين، وقمت بدل الربع الاولاني بقى كده فيه البريبريز والكابينه اللي انا قاعد فيها بقى، قمت انا مخليت دي فيها البتاعه بتاعه الفشار، فيها المكنه بتاعه الفشار. فكنت كل ما امسك البتاعه بتاعه الفشار دي اتكهرب، كل ما امسكها. والصنايعي اللي كان بيعالج البتاعه بتاعه الفشار دي وكان بيصلح المحمصه كان فين؟ كان في شرم الشيخ. فانا كنت بروح بالعربيه اجيب الصنايعي عشان يجي، يعني كنت بصرف مثلا 100 جنيه عشان اكسب 2 جنيه. زينه والله زينه. فده كان من ضمن قصص الفشل انا خلي بالكم قفلت المحل ده وفتحت محل تاني يعني انا فشلت في المشروع لكن مش في حياتي. انا خسرت معركه لكن ما خسرتش الحرب يا زينب. انا كان ده احساسي. قفلت محل مقله اللب، خدت هدنه اللي هي يومين 3 وقررت افتح محل سيديهات وشرايط كاسيت، وده هقوله لكم الحلقه الجايه. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.